تتخيلوا الاكله الجميله ديت ما كلفتنيش غير 15 جنيه بس. ايوه زي ما سمعتوا كده، اكله اقتصاديه جميله جدا ب 15 جنيه بس. فوسفور الغلابه، البسارية. طبعا في ناس كتير ما بتحبهاش، وفي ناس كتير ما بتاخدهاش كأكلة معتمدة عندها أو كوجبة أساسية في الغداء. هعملها لكم النهاردة بطريقة حلوة قوي. طبعا دي عيد عمر ابني بيحبها جدا بالطريقة اللي أنا بعملها بيها. هعملها لكم بطريقة جديدة حلوة قوي قوي بجد، هتاكلوا صوابعكم وراها. هنعمل البسارية دي بطريقة مميزة جدا، طريقة جديدة. أنا عامة يعني بعملها بالطريقة دي تحفة. البسارية دي كان الأول كنا بنجيبها كسناكس كده، نعملها جنب السمك المقلي أو جنب سمك صيادية، المهم بتبقى طبق جانبي. دلوقتي في الظروف وفي الغلا اللي احنا فيه دوت طبعا بقت طبق رئيسي وأساسي، ومش عيب على فكرة، مش عيب. هي مش رخيصة. اللي كان معايا دوت كان نص كيلو، كنت جايباه ب15 جنيه. تخيلوا من البسارية النهاردة ب40 جنيه وب30 جنيه. انا لولا ان انا روحت السوق متاخر شويه كنت جبتها ب40 جنيه. المهم انا جبت نص كيلو ب30 جنيه. النص كيلو دوت ان شاء الله هنعمل بقى جنبه شويه حاجات. بص كلها دهن وحلوه وجميله جدا من جوه ازاي. تنظيفها سهل جدا، بتشد الراس كده بتطلع بالمصارين بتاعتها والبطن بتاعها، بتبقى نظيفه جدا. البسارية ديت على فكره مغذيه جدا، فيها نسبه كالسيوم وفوسفور برضو على فكره. يعني ما كانش فيه جمبري ولا سي فود مش هناكل يعني، لا طبعا ده احنا هناكل. واحلى اكله كمان يعني احنا هنعمل جنبها شويه كده مقبلات وشويه حاجات. بجد هتبقى غدوه في منتهى الجمال. كل ده هنعمله مع بعض دلوقتي. فانا عايزاكي تشجعي، مش شرط واحنا اللي احنا ناكل اي حاجه يعني ايه غاليه، خلي او السمك. لو احنا جبنا سمك النهارده اللي هو البلطي، الكيلو النهارده كان ب50 جنيه. انا عايزاكم بقى كل واحده كده في محافظه تانية تكتب لي كده في الكومنتات السمك البلطي عندها وصل لكام. هو وصل النهارده 50 جنيه عندنا. طبعا انا غسلتها كويس جدا اهيت، هعصر عليها ليمونه واحط شويه كمون وشويه ملح وبس كده. وكده البسارية جاهزه معايا، مش هحط عليها اكتر من كده. تمام. انا لو هسيبها فتره كبيره كنت تبلتها، حطيت عليها توم وحطيت عليها كزبره وكده، بس انا مش هسيبها فتره كبيره. انا عصرت عليها كده الليمونه والحاجات وهبدأ ان انا اشتغل فيها على طول. وهقول لكم على تكايه حلوه قوي في البسارية، لو عملتوها هتفرق في طعمها وشكلها. بجد حلوه قوي وتخليها كده ايه قيمه كده وشاده حالها كده. تمام. وصلت معايا لغايه هنا، يا ريت ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ويا ريت تختاروا كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم اشعاراتي. تمام. هبدأ بقى ان انا اقلبهم مع بعض كده. وكنا بقى نرجع لموضوعنا بقى، ان البسارية دي كنا الاول بنعملها طبق جانبي يعني سناكس كده احطه كده، والولاد رايحين جايين عليه بقى ايه ياكلوا فيه. بس دلوقتي طبعا الدنيا غالية جدا، والسمك طبعا غالي والبسارية غالية فاحنا هنجيبه بقى ايه، هنعملها كطبق رئيسي النهاردة. هنعمل بقى شوية بدنجان بدقة كده، بس انما ايه زي العسل يفتحوا النفس، حلوين قوي. هوريكم دلوقتي طريقتي في البدنجان. طبعا كلنا شاطرين وبنعرف نعمل البدنجان بالدقة، بس انا الدقه ديت انا عايزه اقول لكم معتمداها عندي في تلاجتي والفريزر بتاعي. قبل ما تخلص بكون جايبه شطه وعامله غيرها. يعني اللي انا هوريها لكم دلوقتي على فكره انا عملتها قبل كده معاكم في القناه، وان شاء الله اسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. طبعا كل ده انا مهديه. عايزه الباذنجان يطلع معاكي كويس جدا ما يشعوطش معاكي، هدي عليه النار. تمام. فانا مهديه النار وحطيت كمان قرن شطه كده. خلاص هو كان استوى. بصوا هو ده اللي فاضل معايا من البرطمان. انا عملته قبل كده معاكم على القناه، وان شاء الله اسيب لكم الرابط زي ما قلت لكم في صندوق الوصف. هتتك على عنوان الفيديو هيوصلك لصندوق الوصف. كان فاضل اخر حاجه في البرطمان حوالي معلقتين 3 كده تقريبا. فانا هجيب منه، طبعا ده أنا ما بستغناش عنه خالص. في دقة سمك بقى تعمليه، تملحي سمك من جوه تلاقيها برضو، تحطي منها حتة صغيرة كده على السلطات دي. فيها فيها فلفل، فيها شطة، فيها توم، فيها كمان ملح، فيها كمان الخل بتاعها. تحفة جدا جدا. بتقعد معاكي في الشتاء اللي احنا فيه دون، او في البرد بالشهر ونص في التلاجة، وبتقعد في الفريزر بالشهور، بال5 شهور وبال6 شهور. طبعا بطلعها كده احطها في التلاجة، ولأي تتبيلة بقى معايا هي موجودة. تمام. بتبل بها ديت انا عاملاها للاسماك للبتنجان للسلطات. حلوه قوي قوي معايا ومنجزه جدا. انا ما بستغناش عنها. المعلقتين اللي فاضلين دول الصغننين دول او المعلقه ديت الكبيره ديت برضو انا مش هرمي البرطمان ده انا هعينه. وهعمل مره تانية بدنجان واحطه عليها. شوف بقى شكل البتنجان زي العسل ازاي، بجد شكله يفتح النفس. كمان هعمل شويه رز ابيض. انا جبت الرز المصري بتاعنا وغسلته. كميه الرز دوت زي ما انت عايزه على حسب
افراد اسرتك. طبعا حطيت على الرز بقى، انا بصي هي دي طريقتي في الرز، سهله جدا مفيش اسهل من كده. بحط القعد بتاعه عادي، وحطيت الملح بتاعه، بحط شويه زيت، بقلبهم كلهم في بعض كده، علشان مش مكان يبقى فيه ملح ومكان لا لا، الملح يبقى متوزع والزيت كمان. وهغطي عليه وهحطه على النار. اول ما يغلي يقلب معايا كده ويبدأ يغلي، بهدي عليه واسيبه بقى مع نفسه بقى كده بيتشرب، بيبقى جميل جدا وبقى جاهز معايا وهتشوفوه حلو قوي. تعالوا بقى اوريكم بقى السر في جمال البسارية بتاعتي اللي بتغير طعمها ومفهوم البسارية خالص. بجيب شوية دقيق، بجيب شوية فيجيتار، حط على الدقيق كمان شوية فيجيتار، او اللي هو الفيجيتار الحار زي اللي انتوا شايفينه دوت. الكياس ديت انا بجيبها عندي على طول، او كيس فيجيتار. او لو انت مش متوفر عندك لا ده ولا دوت، الفيجيتار بقى انا بحبه عشان هو متبل فيه النشا وفيه التوابل بتاعته، وفيه كمان مشطشط شويه مع الدقيق، مع طعم البسارية نفسه بيبقى حلو قوي بصراحه. لو ما عندكيش بقى، حط انت بقى توابل من عندك، شويه دقيق على شويه بصل بودر على شويه توم بودر على معلقتين نشا كده يعني تمام. شويه التوابل الحلوه بتاعتك، كزبره ناشفه، شويه كمون، شويه ملح، وظبطي نفسك وبهري الدقيق بتاعك. بس انا طبعا علشان انا عندي الفيجيتار دوت هو متبل وفيه كل حاجه، فانا طبعا بحطه كده مع الدقيق، وبعمل البسارية بالنظام ده. في طريقه كمان حلوه قوي للبسارية، بتخلي الواحده كده بوحدتها وشكلها ولونها روعه بعد السوا. كمان بجيب شويه ميه، ممكن تعملي بالطريقه دي بس وخلاص كده، تحطها في الدقيق وخلاص. دي بقى ممكن تجيبي بقى شويه ميه كده في بوله، تبدأ تحطي البسارية في المية، وترجعي تحطها في الدقيق، وترجعي تحطيها في المية تاني وتحطها في الدقيق. بتديها كده ايه قوام كده حلو كده وشكل حلو، بتنصبها كده يعني من الاخر، بتخليها منصوبة كده وشكلها حلو زي ما انتوا شايفين معايا. والعملية بقى بتكرريها، وبالشرط ان انت تحطها في المية الاول، لا ممكن تحطها في الدقيق الاول وبعدين ترجعي تحطها في المية، وبعدين تحطها تاني في الدقيق وخلاص. بتبقى شكل البسارية جميل جدا جدا. لا تقولي بقى سمك ولا تقولي بقى جمبري، بجد طعمها في منتهى الجمال. زي ما قلت لك كده بقى، مع شويه رز ابيض من اللي احنا عاملينه، مع البدنجان اللي بدقه، مع ان شاء الله هنعمل برضو شويه سلطه خضراء، بجد في منتهى الجمال يا جماعه، مع شويه عيش بلدي بقى. والله دي الاكله دي بتاكل احسن من اي حاجه. مش شرط ان احنا كل اسبوع هنجيب بقى سمك، والسمك غالي. اللي مش عنده امكانيات او اللي زهقان من السمك، في ناس كتير على فكره ما بتحبش السمك، مش كل الناس بتحب السمك. ممكن احط كده مجموعه مع بعضهم كده واعملهم برضو عادي، لو انت عايزه تنجزي يعني، مش شرط تمشي واحده بواحده. من سر نجاح البسارية ان انتي تحطيها في الزيت واحدة واحدة كده، علشان ما تلزقش في بعضها منك وتتعجن في الزيت. يعني تحطيها واحدة واحدة كده، وتبدأي تنفضيها الاول قبل ما تحطيها كده في الزيت تمام. يعني عايزه اقولك ما تحطهاش فوق بعضها كده عشان ما تلزقش منك، عشان تطلع مفرفطه كده، والواحده بوحدتها وشكلها يبقى ايه يفتح النفس، ويجيلكوا نفسه ايه تاكلوها كده ويبقى شكلها جميل. وصلت معايا لغايه هنا، يا ريت ما تنسنيش في اللايك حبايب قلبي، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه شرفني واشترك بالله عليك، واللي استفاد من الفيديو باي حاجه ما ينساش يحط اللايك تمام. هتبداي تقلبيها امتى؟ بعد ما تحس ان هي بقت لونها مصفر كده من تحت شويه، لان انت لو قلبتيها اول ما تحطيها هتتهري منك في الزيت، لانها يعني هي بتتعامل معامله خاصه، هي رقيقه جدا. ممكن تتهري لو انت دخلت نفسك دخلت المعلقه بدري بتتهري منك. يعني لازم تشدي حيلها كده الاول وتحسي ان هي اصفرت من تحت تمام. طبعا هبدا اقلبها بقى بسباتيولا اللي بتاع اللي بطلع بقى البطاطس ديت باي حاجه. هجيب بقى طبق واحط عليه مناديل مطبخ علشان تشرب اي زيت هيطلع من البسارية. وهبدأ بقى ان انا اطلع البسارية عشان ما اطولش عليكم برضو الفيديو، وهكرر نفس العملية ديت لغاية ما اخلص البسارية اللي معايا. وهاخد الزيت ده بقى هكبه خلاص، انا مش كنت عايزاه. وبعدين على فكرة انا ما حطيتش في الطاسة برضو زيت كتير، انا عملت حسابي ان الزيت دوت كده كده ايه انا هرميه بعد القلي، فما حطيتش كتير. غسلت بقى الطاسه وحطيت زيت نضيف، وبدات ان انا بقى ايه اقلي البطاطس. وكانت معايا الاكله الجباره دي، بجد انا عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي قوي ويفتح النفس. مش شرط كل يوم لحوم، مش شرط كل يوم اسماك غاليه، لا بجد اكله زي ديت اقتصاديه وموفره في الظروف اللي احنا فيها دي. وكمان اكله جميله. انا معايا البطاطس اهيت، شويه الرز الابيض المفلفلين اللي زي العسل، بجد اكله حلوه قوي. انا عايزه لايكات كتير عشان انزل لكم اكلات اقتصاديه. جربوها هتعجبكم ان شاء الله، انا واثقه. طعمها حلو جدا مع الرز، وشويه الحاجات الجميله اللي جنبها ديت. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع الف سلامه.